صباح الخير، صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح كل حاجة حلوة. أحييكم على قناتي وعلى صفحتي، صفحة أم خديجة ويوميات أم خديجة في المطبخ. هنفطر مع بعض، هجهز مع بعض فطار. بننام على حاجة خفيفة بالليل. قطعت البتنجانة اهي، هرش عليها شوية ملح عشان منشربش زيت. هرش شوية ملح في الزيت عشان برضو البتنجان ميشربش معايا زيت. طبعا كتير بيطلع البتنجان او بطاطس او سمك على مناديل مطبخ. انا اهو انا ابتديت اقلي البتنجان، هخلصه طبعا عشان الوقت واقصر الفيديو معاكم. انا غسل الخيار بتاعي، لما بيبقى في حاجة زي كده في الخيار انا بقشرها. انا قليت بتنجانة واحدة، مليت الطبق اهو. اللهم بارك. عمرك جربتي بتنجان عليه ليمون؟ خدي التركاية دي من ام خديجة، اقلي البتنجان، ما تكتريش ملح ليه، وحط ليمونة على. وحان الآن موعد الإفطار. طبق خيار اهو، حطي نقطة زيت على الخيار، هيفرق معاكي في الطعم. وذرة ملح صغيرة على الخيار ومعلقة زيت، شوفي الطعم الحلو قوي. وما تنسيش التركاية من ام خديجة، ليمونة على البتنجان وحلاوة الطعم. مع خالص تحياتي وشكرا للمشاهدة وشكرا للمتابعة على صفحتي المتواضعة. أحييكم وصباحكم صباح حليب، صباح سعادة، صباح كل حاجة حلوة عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع خالص تحياتي وشكرا للمشاهدة وشكرا للمتابعة على صفحتي المتواضعة. أحييكم وصباحكم صباح حليب، صباح سعادة، صباح كل حاجة حلوة عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.